بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة معانا من البودكاست. النهاردة معانا مدرس مختلف شوية. احنا إن شاء الله هنعمل له كده انتداب، ويمكن نفكر إن احنا نحاول إن احنا نجيبه معانا في البي إي. ليه؟ علشان خاطر هو صاحب أفضل هدف موجود في الدوري اللي موجود هنا في المدرسة. تعالى كده نشوف الفيديو ده ونشوف الهدف ده جابه إزاي. منك يا لول. وطبعا اكرم توفيق بيقرا عديه لاسين عندنا اهو، خطر جدا خطر جدا. ومره تانية يا ساتر يا ساتر، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. العفيف الشريف المخيف، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. شفت ازاي انا بقول لكم ان هو المفروض ان هو ينتدب عندنا في البي اي، ولكن والله احنا لسه بنفكر والله نعمل العقد بتاعه بكام يعني. بس مش مشكله عشان النهارده معانا مدرس بنقول ان هو اشهر مدرس موجود في المدرسه. بنقول ان هو واحد محبوب جدا من الطلاب، فعلشان خاطر نقدر نتكلم معاه اكتر فهو مستر ابراهيم خليني بس، بما ان حضرتك مدرس دراسات فبنتكلم في الدراسات عن الجغرافيا والتاريخ. وبما ان احنا بنتكلم في الاثنين، فاحنا لما بنيجي نتكلم عن الجغرافيا بنتكلم عن الجبال والسهول والهضاب فالاجزاء دي اللي بنتكلم فيها احنا هنا ايه اللي بنستفاده اكتر من فكره الجغرافيا يعني. طيب هو مبدئيا علم الجغرافيا كان في الاول علم وصفي. يعني كان الجغرافي كان وظيفته كلها ان هو بس يمشي، وكل ما يقابل ظاهره معينه يوصفها بشكلها الحالي وخلاص على كده. فكان علم بسيط جدا اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي، اللي هو الجبال والهضاب والسهول والكلام ده. لكن مع التقدم العلم دلوقتي حاليا اصبحت الجغرافيا متفرعه شويه. في عندي فروع طبيعيه، في عندي فروع بشريه، في عندي فروع جديده في علم الجغرافيا. فاصبح عندي اكثر من 14 فرع علم الجغرافيا يدرس الظواهر الطبيعيه والظواهر البشريه وتفاعل الانسان مع الاثنين. ده جامده بصراحه. طيب هنبعد شويه عن الجغرافيا. بصراحه اكتر حاجه انا كهشام منشد ليها هي فكره التاريخ. طيب خلينا كده نتكلم فكره التاريخ. هو انا ليه اتعلم حاجات هي انتهت؟ يعني مثلا في التاريخ، مثلا لما نيجي نتكلم مثلا عن العصر مش عارف ايه، الحقبه اللي مش عارف ايه، طب احنا ليه بنتكلم او بنتعلم حاجات خلاص فاتت وانتهت، ويمكن ممكن ما تكونش فيها فايده من الناس، ولا هل هي ليها فايده اصلا للناس يعني؟ طيب خلينا متفقين الاول ان التاريخ ماده انسانيه. طب يعني يعني ايه؟ ماده انسانيه، يعني انا بدرس فيها نشاط الانسان. هي مش ماده انتاجيه. يعني انا مثلا مش لما اعلم التاريخ مثلا الانتاج بتاعك هيزيد او كلام زي كده، لا، هو دي ماده انسانيه. الجانب الاكثر اللي هي بتكون شخصيه عندك. فانا بدرس التاريخ عندي. العلماء قالوا ان التاريخ بيدرس لاربع اسباب. السبب الاول لابراز القدوه الحسنه، ولاخذ العبره، وتنميه الشعور بالمسؤوليه، واخر حاجه نبذ التعصب. فانا خليني ادي لك مثال على اول اثنين بس. يعني مثلا اول حاجه عندي اهميتي انا لما بدرس التاريخ بستفاد ايه؟ اول حاجه الشخصيه. ازاي؟ انا لما باجي ادرس التاريخ بدرس ماده انسانيه، بدرس فيها شخصيات، ملوك، قاده، ثوار، مناضلين، ده وهكذا. حقيقة. بدرس مواقف حصلت، ناس ثبتت على مواقفها في مواقف معينه، في احداث معينه. فالكلام ده بيشكل عندي انا شخصيه. فبالتالي الشخص اللي بيدرس تاريخ بتتشكل عنده شخصيه من شخصيات هي في الاصل قدوه حسنه. على عكس اللي حصل دلوقتي، ان الناس بدات تاخد قدوه ليها شخصيات غير حسنه. بنشوف دلوقتي بينتشر على السوشيال ميديا مثلا. اه. فبنشوف ان الاطفال دلوقتي حاليا بيقتدوا بناس هم في الاصل ما ينفعش ان احنا ناخدهم قدوه يعني. فدراسه التاريخ بتخلي عندك نوع من انت بتاخد قدوه، بس بتختار القدوه الصح، نتشكل في انها تاثر في شخصيتك وتكون شخصيتك. يعني انا كل ما اتعلم عن شخصيات تاريخيه اكتر، كل ما اتعلم عن شخصيات يعني اقوى من ناحيه المناضله، من ناحيه ان هم اثروا في طبيعي الكلام ده، البشريه، الكلام فده طبيعي هيخلينا. هياثر في شخصيتك انت، هيكون شخصيه عندك انت. مهم. فهتحاول ان انت تقلد. ما هو انت طالما اخذت الشخصيه دي كقدوه ليك، بتحاول قد ما تقدر انك تقلدها او تعمل زيها. وده مهم. اللي احنا بنشوفه دلوقتي. طيب هل التاريخ احنا بنستفاد منه برضو في جانب تاني؟ يعني انت قلت لي في نقطتين تمام. هنتكلم في فيها. حاجه تانية اسمها ان انا بدرس التاريخ علشان استفيد من او اخذ العبره من الامم السابقه. مهم. يعني مثلا في احداث حصلت في التاريخ ادت الى احداث تانية، فانا بدرس الفتره دي علشان ما كررش نفس الخطا مره ثانيه، اخذ تكرار الخطأ العبره. مرة تانية. طيب تمام. في سؤال هنا في الحتة دي يعني، في كده ناس كتير بتتكلم في الجزئية ديت ان هو ممكن يكون التاريخ بيعيد نفسه. عارف كده اللي هو ايه؟ انا بتكلم معاك دلوقتي، او الفترة الزمنية دي اللي بنعيشها دلوقتي اتعاشت هتتكرر. قبل كده مثلا. هتتكرر بنفس التفاصيل هو بتاعتها، اللي هو الحروب، ولا هنوصل مش عارف لكذا. فاهم قصدي؟ تمام. هو الفكره دي كلها مش التاريخ بيعيد نفسه. امال ايه طيب؟ الحكايه كلها ان احنا زي ما قلنا من الاول ان دي ماده انسانيه. مم. فانا عندي معطيات بتؤدي الى نتائج. اه.
هي كده، انا بمشي على معطيات معينه هتوصلني لنتائج معينه. لو انا بعد زمن كررت نفس المعطيات هتتكرر معي نفس النتائج. فالتاريخ مش بيعيد نفسه، لكن الناس عدم اهتمامها بالتاريخ بيخليها تكرر نفس الاخطاء، فبنقول التاريخ بيعيد نفسه. لكن هم الناس اللي بيكرروا نفس المعطيات فبتتكرر معاهم نفس النتائج في الاخر. جميل. طيب خليني كده اسال سؤال كده، يعني هو مين اللي بيسجل لنا التاريخ؟ احنا مين اللي بيسجل لنا الاجزاء بتاعت التاريخ؟ من اكثر الاسئله اللي بتتوجه لنا دايما، هل التاريخ ده حقيقي ولا مزيف؟ مهم. خلينا ناخدها بس ببساطه شويه. تمام. انا لو قلت لك اي خبر وانت مش مصدق الخبر ده مهم. وعايز تتاكد منه، اول حاجه تعملها ايه؟ حصل. هتسال. ممكن تسالني انا الاول، تقول لي ايه؟ تقول لي جبت الخبر ده من فين او تمام. من اللي قال لك. يعني في الحاله انت بتسال على ايه؟ تسال على المصدر. تمام. حلو. صح. طيب لو انا قلت لك فلان كان موجود وانت فلان ده شخص تثق فيه، كان حاضر المشهد ده او حاضر الحدث ده، ورحت رجعت له واكد لك المعلومه دي، اذا الكلام صادق ولا غير صادق؟ صادق. كلام صادق. احنا عندنا في التاريخ في حاجه اسمها مصادر دراسه التاريخ. ازاي؟ كل معلومه عندك لها مصدر. المعلومه دي انا جبتها من فين؟ ففي مصادر موثوق منها باخد منها الكلام كويس وبيكون مايل للدقه ومايل للصدق، وفي عندي مصادر تانية لو لقيت منها معلومات بحاول اشك فيها شويه لانها مش بتتميز بالمصداقيه الدقيقه، بيكون فيها نوع شويه من الخيال او المبالغه. زي مثلا اي تاريخ يجي لنا عن طريق الشعراء. لا الشعراء ده الشاعر دايما بيحاول ان هو يكبر المشهد ويبالغ في اللي بيقوله. هيستيري. فبنسبه كبيره احنا كتاريخ ما ينفعش اخد التاريخ من الشاعر او الفيلسوف، لان الفيلسوف عنده حته الخيال. فدايما لو ذكر جزء تاريخي هيذكر فيه نوع من الخيال، انما كلام المؤرخين لا، في بنسبه كبيره بيكون مؤكد، ده بالاضافه للاثار، بالاضافه للبرديات والكلام ده، كلها مصادر بتاكد صدق المعلومه. اذا يا مستر ابراهيم انت بتتكلم فكره ان مش بناخد التاريخ بتاعنا كده وخلاص، لا في مصادر وفي تفاصيل بنبدا ندرسها علشان خاطر بس توصل لنا التاريخ بالشكل الحالي لينا. فحتى لما نيجي نعلم اولادنا في LGS او في اي مكان بيتعلم التاريخ منه، فبنتعلم التفاصيل او الشخصيات المشهوره او الشخصيات المؤثره في التاريخ، مش اي شخصيه وخلاص. صح كده؟ المشكله نفسها مش بتصب في المنهج نفسه، المشكله في طريقه شرح المنهج. ازاي اعرض المنهج؟ لو انا عرضت المنهج عباره عن احداث وتفاصيل وخلاص كده انا بحفظها لك، اسباب انهيار الدوله ولا اسباب قيام الدوله ولا المعركه دي مين انتصر فيها او المعركه دي مين اتهزم فيها، انا كده ما استفدتش حاجه، انا كده شويه معلومات انا برصها وخلاص خلصت كده. لكن الفائده الاكبر من التاريخ احنا قلنا من شويه ان هي بتكون شخصيه، بتكون هويه، بتكون ثقافه عند اللي قدامك ده انه يتمسك بها بعد كده. يعني انا اتذكر ان احنا كنا قبل كده عاملين في المدرسه هنا مسرحيه عن الهكسوس وكفاح الشعب ضد الهكسوس، والاولاد نفسهم هم اللي عملوا دور الملوك والوزراء ودور المسرحيه بالكامل. فاتذكر ان اللي كان بيقوم بدور الملك احمس كان طلعت عبد الرحمن سليمان. فاتذكر ان بعد ما خلصنا بعدها بفتره كده في اخر السنه، فلقيت الباشمهندس بيقول لي على فكره عبد الرحمن قبل ما يعمل احمس غير عبد الرحمن بعد ما عمل احمس. يعني معنى كده بيقول لي ان انت غيرت في شخصيته، لان هو خد فتره شغال على نفسه ان هو هيطلع في دور ملك، هيتكلم كانه ملك، هيقعد كانه ملك، فتقمص الدور. قال لي عبد الرحمن قبل ما يعمل احمس غير عبد الرحمن بعد ما عمل احمس. فده هدف من اهداف التاريخ، ان انا بكون عندك شخصيه، بكون عندك هويه معينه. حلو. يعني انت كمان حتى بتعلمهم فكره ان هو يتقمص شخصيات ويبدا ان هو يجسدها وكده. فهو جميله جميله طريقه التعليم زي ما انت قلت كده، هي الاحسن والافضل يعني. طيب في حته كده الهويه زي ما انت قلت من شويه، احيانا الهويه بتاعتنا بتتاخد، احنا ما بقيناش زي ما كنا زمان يعني. الشباب حاليا بيتحول شعب غربي شويه. تبص تلاقي ان ناخد منهم الحاجات اللي هو هي يو 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 اخبار كمان واتساب. تبص تلاقي اللي هو الناس بتتكلم كده فاحنا زي ما انت قلت كده، هي كلمه صعبه بس هو ده اللي بيحصل فعلا. احنا بننسلخ من الهويه الحقيقيه بتاعتنا وبنبدا نروح لحاجات تانية، وبناخد للاسف يعني مش كل اللي احنا بناخده هو الحاجات الكويسه. احنا في حاجات كتير بناخدها هي حاجات سلبيه، يعني البنطلونات المقطعه اللي مش عارف ايه، حاجات كده عادات مش صحيحه، ونسيب الحاجات الاساسيه. فانا شايف ان دوت فعلا احنا بننسلخ من الهويه بتاعتنا. شوف احنا كدوله لو نتكلم على مصر، احنا يعتبر اقدم دوله واقدم حضاره واقدم شعب عنده هويه وعنده ثقافه. مهما مر علينا من عصور اضمحلال او مرت علينا مثلا فترات استعمار، كل مستعمر بيجيك بهويته، كل مستعمر بيجيك بثقافته، كل مستعمر بيجي لك باللغه بتاعته بعاداته بتقاليده بلبسه بكل حاجه، بيعيش عندك فتره بيطلع زي ما جه وانت قاعد زي ما انت. يعني خدها من الاول خالص كده، عندك الهكسوس
بعد كده الفرس، وجا عندك يونان ورومان وفتح العربي، وبعد كده جا عندك الأتراك والمماليك والفرنسيين والإنجليز. كل واحد من دول جا معاه هويته، معاه ثقافته، معاه لغته، معاه عاداته وتقاليده. وبالرغم كل من ده كده، جا في مصر ورجع زي ما هو، واحنا قاعدين زي ما احنا. يعني بالرغم من كل دوت احنا بالرغم لسه ده زي ما كله، الناس الهويه مصر بتاعتنا. مصر عبارة عن معدة. مم. كل اللي بيجي عندك تستقبله بتعصره وتطلع من هويته وثقافته اللي يتناسب معاه، وتطرد الغريب بعد كده. لكن احنا دلوقتي الفتره الاخيره عندنا مشكله في ان انت في الاول عارف المستعمر مستعمر فبتواجهه او بتعانده او بتقف قدامه. لكن دلوقتي المشكله انت اللي بيستعمرك مش بيستعمرك باسلحه، مش بيجي يحتلك باسلحه، هو بيحتل الفكر بتاعك. زي ما احنا دلوقتي شايفين فكره الافروسنتريك مثلا، والهويه اللي هم الافارقه بيقولوا ان الاثار المصريه دي الحاجات دي كل اللي في مصر بتاعتهم ده كله ده بتاعنا احنا، واحنا اصحاب الحضاره واحنا اصحاب الكلام ده كله. الناس مع قله الوعي دلوقتي حاليا بالموضوع ده وباهميه الموضوع ده تحس مفيش اهتمام. طيب احنا لو رجعنا بالموضوع شويه لورا، هو انا كصاحب هويه شرقيه مثلا، ايه اللي بيخليني اوقف قدام المستعمر اللي جاي ده؟ مع اني ما شفتهوش هل هو كويس ولا وحش ولا هيعمل ايه معاي، بس انا بوقف قصاده من اول لحظه. ليه؟ لان انا شايف ان في اختلاف بيني وبينه. انا عندي لغه غير لغته، مم. هويتي غير هويته، عاداته وتقاليده غير عاداته وتقاليده، الديانه غير الديانه. فانا برفض ان حد يفرض علي هويه غير هويتي. تمام. تمام، ده الدافع الاساسي اللي بيخلي الواحد يقف قدام اي مستعمر خارجي. فاللي بيحصل دلوقتي ان الناس بدات تنتهي او زي ما بيقولوا تنسلخ منهم الهويه عن طريق ان الناس بدات تجلد كل حاجه غير هويتنا الاصليه. فلو حصل عندك لا قدر الله استعمار، لقيته بيتكلم انجليزي، طب ما انت عندك معظم الناس بدات تتكلم انجليزي دلوقتي. مم. لو العادات والتقاليد غربيه، طب ما انت عندك معظم الناس عادات وتقاليد غربيه. فبالتالي هتلاقي ان مفيش اختلاف بينك وبين المستعمر. هتواجهه ليه؟ هتقف قدامه ليه؟ انت ما شايفش اي اختلاف بينك وبينه. بالعكس، بعض الناس هتلاقيها يفتكر ان لا ده تقدم ده وتحضر ان طبعا لا طبعا طبعا طبعا، ده حاجه ترجع برضه لايه؟ ان انا لما ادرس التاريخ ان انا بغرس جوه الطالب ان انت عندك هويه، عندك ثقافه، عندك ديانه، عندك لغه تتمسك بيها وتحافظ عليها. عارف انت الجميل في الموضوع وانت بتتكلم ايه؟ ان انت بتكلمني فكره ان انا بدرس التاريخ مش لمجرد ماده بتنتهي مع الامتحانات. لا انا لا 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 بدرس لا التاريخ لا علشان لا خاطر لا. ازرع جواهم الافكار والمعتقدات والقيم الصحيحه طبعا كل واحد اللي عنده تفيد. هويه، كل واحد عنده قضيه يدافع عليها. مستر ابراهيم، انا عايزك كده تكلمنا عن اكتر شخصيه تاريخيه اثرت في مستر ابراهيم، واحكي لنا عنيها. شوف، هو شخصيات يعني على مدار التاريخ سواء في مصر او في غير مصر او التاريخ العربي او التاريخ الحديث مليان شخصيات الواحد ممكن يقتدي بيها. لكن في بعض الشخصيات كده بتحس ان فيها اكتر من جانب، مش بس هو قائد ولا لا، فيها اكتر من جانب. يعني من اكتر الشخصيات اللي انا بحب اقرا عنها او اسمع عنها او حتى ادرس شخصيتها او الكلام ده كله هو سيدنا علي بن ابي طالب. الشخصيات اللي اتكتبت فيها كتب كثيره جدا جدا جدا. ولو جينا شفنا شخصيه علي بن ابي طالب، سيدنا علي بن ابي طالب، ودرسناها هنلاقي انه عنده صفات ما كانتش موجوده عند كثير جدا في الناس، او ممكن يكون الناس دي عندها بعض الصفات دي، لكن فكره ان حد يجمع الصفات دي مع بعض مره واحده ما اعتقدش ان في الفتره دي حصلت مع حد زي سيدنا علي بن ابي طالب. يعني يمكن فكره ان سيدنا ابي طالب كان عنده حكمه، كان عنده بعد نظر، وكان برضه كان بليغ جدا، اه. بليغ جدا، وكان في بعض الاحيان كان بيقول الشعر، كان له ابيات شعريه كان بيقولها. فممكن يكون الفكره دي كلها ان سيدنا ابي بكر كان فارق على اللي حواليه في الفتره دي، لانه ما عاصرش الجاهليه. سيدنا علي بن طالب اسلم وهو عنده 10 سنين، فده خلاه ما يحصلش الجاهليه اللي قبله، فظهر ونشأ على الاسلام وهو صغير. الكلام ده كون شخصيه سيدنا علي بن ابي طالب، فاصبح فارق على اللي حواليه كله. علشان خاطر كده هو اكتر شخصيه مؤثره اكتر بالنسبه شخصيه لك بحبها جدا وبتحبها في جدا. السيره التاريخيه سيدنا علي بن ابي طالب طبعا. مستر ابراهيم، عايزك تحكي لنا اكتر عن شخصيه سيدنا علي بن ابي طالب، يعني احكي لنا اكتر عنه. يعني انا زي ما قلت لك من شويه ان هو كان عنده سيدنا علي بن ابي طالب كان عنده اكتر من صفه في نفس الوقت. ومن اكتر الصفات اللي كانت واضحه فيه الذكاء، الذكاء اللحظي، ذكاء الموقف نفسه وهو حاضر فيه. اتذكر كان قريت مره عن سيدنا علي بن ابي طالب، كان في مره بيصلي في المسجد، كان خليفه، كان امير المؤمنين، ووجد طفل في المسجد عمال يبكي، بيبكي بحرقه يعني. فتقدم عليه سيدنا علي بن طالب فقال له: ما بك يا غلام؟ ايه اللي فيك؟ زعلان ليه؟ فجو في مجموعه من الناس جات عشان تسكت، يعني هذا الطفل بيقول اسكت ما تتكلمش يعني. فقال له ان هؤلاء، شاور على 4 اشخاص، قال له: هؤلاء خرجوا مع ابي للتجاره فعادوا ولم يعد ابي، فانهم قتلوه واخذوا ماله. طيب مش في قاضي في المدينه؟
فكان القاضي اسمه شريح، فسال شريح قال له يعني حكمت بينهم ايه؟ قال له الطفل ادعى ان هم قتلوه. فسالته عن بينه، يعني عندك دليل على الكلام ده؟ قال لا. فاستحلفتهم فحلفوا، يعني حلفت مم. الاربعه دول قال والله ما قتلناهوش. فسيدنا علي قال له ويحك يا شريح، بمثل هذا تحكم كده؟ فطلب ان الشرطه تيجي، وخد الاربع اشخاص دول وراح بيهم على المسجد في ايام تانية، يعني خدهم وراح به على المسجد. فامر الشرطه انه يغموا وجه الاربع اشخاص ويحطوا كل واحد في ركن من اركان المسجد. وقال طبعا جمع الناس كلها تحضر في المسجد، وقال للطفل قال له والله لاحكمن فيهم بحكم لم يحكم به احد من قبل الا نبي الله داود. عمل ايه سيدنا علي بن طالب؟ شوف الذكاء بقى، عمل ايه سيدنا علي بن طالب؟ قال لهم اول ما تسمعوا مني الله اكبر الكل يكبر وراي. اول ما هوصل لمعلومه هقول الله اكبر الكل يكبر وراي للحاضرين في المسجد. مم. فكانوا الاربع اشخاص المتهمين بالقتل دول كل واحد فيهم قاعد في ركن من اركان المسجد. جاب اول واحد كشف الغطاء بتاعه وقعد قدامه، فساله قال له متى خرجت للتجاره؟ قال له في يوم كذا. قال له كنتوا كام واحد؟ قال له كنا كذا. طيب رحتوا فين؟ كذا. خدتوا كام يوم؟ كذا. مات امتى؟ قال له مات في يوم كذا. طيب مات في بيت مين؟ قال له مات في بيت فلان. قال طيب مين اللي غسله؟ مين اللي كفنه؟ مين اللي حفر القبر بتاعه؟ بعد ما خلص الكلام راح سيدنا علي بن طالب قال الله اكبر. كل اللي في المسجد رجع الله اكبر. الناس اللي قاعدين في اركان المسجد افتكروا ان سيدنا علي بن طالب وصل لمعلومه فارتبكوا. فسيدنا علي بن طالب نادى على الشرطي وقال خذه الى السجن، مع انه ما خدش منه اي معلومه. ايوه. فالباقيين ارتبكوا. جاب الثاني قال له اتعلم اني اعرف ماذا فعلتم؟ فالراجل قال له يا امير المؤمنين ما انا الا رجل من قومي واني كنت كارها لقتله. يا الله. احكي لي بقى ايه اللي حصل؟ قال له قتله فلان واخذ ماله فلان وانا معي من المال كذا. قال خلاص الله اكبر، فالكل كبر، خذوا به الى السجن. خد الثاني، خد الثالث، طبعا الكل خلاص عرف ان هم اعترفوا. مم. كلهم اقروا بنفس الاجابه، بعد جاب اول واحد اقروا بالاجابه فاجاب. فسيدنا ابو بكر حكم بين الاربعه. فده يبين لك اللي هو الذكاء اللحظي لسيدنا مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. تحفة، قصة تحفة حرفيا. فكرة الذكاء اللي كان موجود عنده، فكرة إني قدر إن هو يضحك عليهم علشان خاطر يجمع المعلومات اللي كانت موجودة. تحفة بصراحة، وليك حق بصراحة إن أنت تاخده إنه قدوة وتحب الشخصية دي، ويتحب بصراحة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن مستر إبراهيم عايز أسأل سؤال برضو، أنت إيه اللي خلاك تحب التاريخ كده؟ لا إنك ده تكون موضوع مثلا قديم شويه. إزاي يعني انت يعني؟ عارف احنا لما كنا اطفال صغيرين مثلا كان الواحد عنده الاهداف دي متغيره، كل ما يصحى من النوم نفسه يبقى حاجه لما يكبر. اه طبعا دكتور يعني ولا انا ضابط النهارده انا ولا عايز ابقى بتاع. دكتور، بكره عايز ابقى اه. ضابط، بعده عايز ابقى لاعب كوره، بعده كذا بعده كذا. اه. لكن انا اتذكر اني من اول سنه خدنا فيها الدراسات في رابعه ابتدائي، تعليم ازهر الاولاني. مم. فاتذكر ان انا اتعلقت بالماده وبمدرس الماده من وانا في رابعه ابتدائي. من رابعة اتذكر اسم ابتدائي. المدرس واتذكر كلامه واتذكر طريقه شرحه واتذكر كل حاجه، كنت في رابعه ابتدائي ساعتها. فالكلام ده برضه شكل عندي شويه ان انا نفسي لما اكبر ابقى مدرس دراسات عشان الطلبه تحبني زي ما انا بحب الاستاذ. الله. بس يعني انت من رابعة ابتدائي؟ فكبرت وكبرت معايا الحكايه دي. طبعا حصلت حاجات تانية في الطريق، مم. ان انا كنت عايز ادخل اي حاجه بتميل لناحيه التاريخ او الكلام. طبعا كبرت وكبرت معايا فكره تعلقي بالتاريخ وحب التاريخ والكلام ده. مم. ف يعني كنت في علمي وحولت ادبي مخصوص عشان الحكايه دي. حولت من علمي لادبي مخصوص عشان خاطر كنت في التاريخ؟ علمي، لا هي لها حاجات تانية، يعني كنت اي داخل. توابع تانية، بس احنا كنا داخلين في علمي اصلا من عشان ضمن حاجه، كده. يعني ان طبعا عارف انت الغيره بتاعت العائلات ومعاك فلان في سنك اه، والكلام ده. كلنا عندنا ابن اه خالتنا ولا ابن عمنا اللي فلازم بنتقارن زي ما بيه. هو راح علمي تروح علمي معاه وكلام زي كده. لكن انا ايه، حولت ورحت ادبي على طول. بعد ما اه. خلصت طبعا دخلنا الكليه. ف تاخد الاول شعبه عامه، كليه التربيه، مهم. تربيه اساسيه تاخد شعبه عامه. أيوة. فاخدنا اول سنتين شعبه عامه. لما رحنا ثالثه هنتخصص بقى، بياخدوا باعلى ماده في الثانويه، فدخلنا قسم انجليزي. ايه؟ قسم انجليزي. اه والله. انا افتكرت حفظ الدراسات. لا لا قسم انجليزي. والله العظيم. حطوني في قسم انجليزي، فاصريت برضو ان انا هطلع من قسم انجليزي وهدخل دراسات. فرحت عشان شؤون الطلاب وكلام زي كده. انت ازاي هتسيب قسم انجليزي ده على قسم في الكليه وهتروح فين؟ قلت لهم هروح دراسات. كمان هتروح دراسات؟ قلت لهم لا، انا عندي قناعه شخصيه، انا خلاص خدت الطريق بتاعتي وماشي فيها، انا جاي بس امضي الورق وخلاص على كده. مهم. فحولت ودخلت والحمد لله، يعني زي ما انت شايف هنا موجودين هنا في اف جي اس يعني دلوقتي. والله ربنا ادامك يعني. طيب، بما ان انت قلت اف جي اس، اشمعنى اف جي اس؟
بصراحه يعني في حاجه كده هقولها بس عشان خاطر الناس تبقوا عارفين الجزئيه ديت. مستر ابراهيم اول ما كان اللي هو هنمضي العقد انا معاكم، لا انا بايت لكم هنا، انا بص انا اول واحد اعتبروني مضيت وخلصنا الموضوع على طول يعني. فاشمعنى اف جي اس ليه متمسك كده؟ والله الحكايه لها اكثر من جانب. يعني لو تتكلم علي انا كجانب، انا كمعلم، يعني المدرسه موفره لي كل حاجه. اي طلبات انت عايزها او اي حاجه تخص الماده، تخص العمليه التعليميه، بتطلبها طلباتك زي ما بيقولوا او اكتر. فما فيش اي تقصير في اي حاجه تخليك ان انت تتكاسل او ان انت تقصر في حاجه. طالما هتفيد الطلبه وطالما طالما هتفيد الطالب، الناس بصراحه واقفين معاك في كل حاجه. بالنسبه للطالب، احنا يمكن نظام التعليم مختلف شويه عندنا، بتعتمد على الانشطه شويه، بتعتمد على زي ما قلنا من شويه، انك بتكون شخصيه، انك مش بتدرس الماده عباره عن معلومات هو بيمتحن فيها وبعد كده ينساها. فدي حاجه مخلاني انا حابب المكان، وحاسس ان انا لو رحت مكان تاني ممكن ما الاقيهاش. فدي حاجه مخلاني متمسك بالمكان دلوقتي يعني. والله قلوب كتيره مستر ابراهيم اقسم كده بالله. كده كده يعني كده. والله كده. يعني انا عايز اقول لك والله انا متوقع ومستني الطلبه لما تيجي تشوف الحلقه دي، انا مستني ردود افعالهم تكون ازاي بصراحه. يعني هو مستر ابراهيم واحد من اكثر الناس المحبوبه، سواء كان رياضيا سواء كان اخلاقيا، سواء مش عايز اشكر فيه عشان خاطر مش هينفع اشكر قدامه بصراحه يعني. ماشي. مستر ابراهيم في الختام حلقه جميله تحفه، انا مبسوط بيها بصراحه، واحتمال انا اتفرج عليها مرتين ثلاثه اربعه تاني. لو نعمل تاني، نعمل حلقات تانيه. وعلى موضوعات ذكر نعمل مختلفه. الله ينور عليك، بس شوف ممكن الباشمهندس، ايه. شوف الباشمهندس. والله هو الباشمهندس اعتقد بعد ما يشوف الحلقه دي على طول هيقول نعمل حلقات تانية. فلا فعلا احنا محتاجين حلقات تانية نتكلم فيها عن شخصيات تاريخيه، حلقات نتكلم فيها عن تاريخ بلادنا وحضاره بتاعتنا، وان احنا قد ايه ناس عظيمه، ولكن نفكر نفسينا زي ما انت قلت عشان خاطر ما ننسلخش من الهويه الاصليه بتاعتنا. ففي رساله انا عايز اسمعها منك تقولها للطلبه، توصلها للطلبه او توصلها لاولياء الامور. في رساله معينه حابب توصلها ليهم؟ انا كنت حابب اختم الحلقه بس بنقطه معينه بتمس حياتنا اليوميه كلها، وكلامي هنا موجه للطلبه ولاولياء الامور برضه. السوشيال ميديا، السوشيال ميديا طبعا اخترقت حياتنا بشكل رهيب اليومين اللي فاتوا، ولازم نعرف كلنا ونفهم اولادنا ان السوشيال ميديا دي سلاح ذو حدين. يعني ممكن تكون شيء ايجابي ليك ان انا استفيد بيها في حياتي، ان انا استخدمها في العمليه التعليميه بتاعتي، ممكن تكون حاجه سلبيه ممكن اذي نفسي بيها او اضر نفسي بيها. وبرضه ناخد بالنا كويس من فكره ان مش اي حاجه الاقيها على السوشيال ميديا اصدقها، لان دايما بيكون في اخبار او في صفحات او في ناس بتبقى مدفوعه بتاخد مقابل لنشر هذه المعلومات. يعني فلازم اتاكد دايما من اي خبر اشوفه او من اي معلومه اشوفها ما اصدقهاش، لازم ارجع للمصدر زي ما قلنا واتاكد من مصدره. وفي ختام حلقه جميله جدا من مستر ابراهيم، حابب ان انا اطلب كده طلب من كل طالب بدا ان هو يحضر من مستر ابراهيم، لكل مدرس بدا ان هو يسمع من مستر ابراهيم. كل اللي انا طالبه منك ان انت تكتب لي عن شخصيه تاريخيه، وتكتب لي ايه اكتر حاجه انت استفدتها من مستر ابراهيم او في اف جي اس بشكل عام. عايزك تقول لي اكتر حاجه انت استفدتها، اكتر حاجه انت اتعلمت بيها، اكتر حاجه تتعلقت بيها. فانا هستنى منكم التعليقات بتاعتكم، وهستنى انت هتقول لي ايه في التعليقات. انا بشكركم جدا على حلقه جميله زي النهارده، وفي النهايه طبعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما. شكرا.